سنتحدث عن لمسة ريس-كيرمان، سنتحدث عن اللاعبين، أخطاء المباراة عموما. أولا خروج في الدور ربع النهائي لشباننا طبعا، وعدم التأهل إلى المونديال من سنوات، يعني ليس من الآن على كل حال. أكيد حكيم، هي إخفاقات متتالية وتحصيل حاصل كما تفضلت وقلت، لأن العمل لا يوجد عمل، كلنا نعرف هذا ليس بالجديد كما تفضل الشيخ بوعلام لاروم. العمل لازم الناس تقنيين، لازم الناس شرفاء نزهاء يتحدثون بروح وطنية وليس بزنس وتبادل الهدايا بين هذا وهذا، جيب لي هذا نديله 7 وهذا نديله 8. لا لازم نخدموا بطريقة موضوعية بعيد عن المعرفة بالنزاهة، وخاصة أنا أكرر وأقول الرجال الشرفاء الذين لا يخشون إلا الله، ثم يخاف الله سبحانه عز وجل لما يختار 26 لعاب. ما نجي نهضر على ريس-كيرمان، نهضر على المنظومة الفاسدة التي عانينا منها منذ سنوات، ليس بين عشية وضحاها. حكيم دير هكذا تولي عندك ايكيب قادات قوة، ايكيب ايفان قوة، لا فيه تحسنا، ما عرفناش نستثمروا في المكتسبات، ما عرفناش نستثمروا في المكتسبات. انا لما تحدث لي على الفريق المنتخب المغربي، صحيح منتخب يحسن جيدا اللعب على الاخطاء، ولكن كما قال الشيخ بوعلام سيدي زكي، مكتسبات تجيبهم بالعمل. أكاديمية محمد السادس التي أسست في 2009 للشباب والتكوين، احنا كذلك كانت عندنا والشيخ بوعلام نظن كان له الشرف في تأسيس الفاف، هكذا أستاذ بوعلام أكاديمية الفاف. الشيخ تيكالوين باش ما نظلموهش، يعطيك الصحة الشيخ، بصح كنت فيها جيست ابري شيخ. لا الحمد لله. كان الشيخ، كان عبد القادر السلطاني ولا مازال يشفى، حتى ريس-كيرمان كان الله أعلم، لامين كبير، مناد سليم. يعني احنا بدينا نخدموا في هذيك الخدمه حكيم، تاخرنا كثير. لماذا؟ روح ديسو خسر في اليمن نحي، كاننا اكترثنا لنتائج. كيما نزيد نعاود نقول كان التحصيل حاصل، الانديه ما تشتغلش، الرجال ما راهمش واقفين على الشباب. كيفاش تحب نتايا من الغدوه تكون عندك اون كروند ايكيب كادر؟ نو، انا كادي جونيور، انا نشفى ملي يشفى العمري لي كادي تاعنا ولا ما راهمش يعني يجيبوا ميداليات ذهبيه ولا يجيبوا كؤوس خارج الوطن، ولا الا ربما الشيخ بوعلام ولا مانيش حايب بالغلط اللي فزنا فيها في غينيا هكذا خارج الديار. في غينيا بتسجيل بوعلام بزيز ماشي يو 17 سيتي دي جونيور، سيتي دي جونيور بقياده الشيخ كرماني رحمه الله، ومن بعد جا الشيخ سعدان انسي تسويت. ما خدمناش يا شيخ حكيم، ما خدمناش. وكيفاش نحبوا اليوم نكسروا منتخب في بدايه النشاه؟ هذا المنتخب دا كاس العرب، ما المفروضوش نديروا، ندعموه نشجعوه. قال الشيخ ما على باليش، جو سيت بوعلام انا باسكو نعرف بوعلام، سيت الشيخ بوعلام كاسكين فو فير باش نستثمروا هنا. قال عاود رجع لي عبد الحق بن شيخ، راهو في الاسم نروح عبد الحق كاسكين فو فير باسكو نحبوا ولا نكرهوا. كريم وراجي هذو اللي نعرفهم لانني ابن الحي، وعلى بالي باللي كفاءات كبيره في الاستياس ولا حتى في ارضيه الميدان. سيدي جوار اللي يلعبوا بالون وقاريين. انا جيتي توجور كوم سا، لعبت بالون ما يكفيش، لازم تكون قاري كما قراو الجماعه. ما بقيت بالمباراه ثم حبيت ندخل الى امور اخرى بالنسبه للتكوين. المباراه ما كناش حاضرين بشكل قوي، كان عندنا ضغط، لم نكن نسير المباراه بشكل افضل، ودخلنا بشكل سيء لانه بعيدا عن ركله الجزاء اللي ربما لم تحتسب لنا، وايضا خطا واضح في الهدف الثاني. بعيدا عن ذلك، بعيدا عن كل هذه الامور حكيم، اليوم نقدر نقولوا باللي الضغط كان كبير على اللاعبين، ما تحملوش هذا الضغط، والنتيجه كانوا بعد كل البعد خلال هذا اللقاء هذا. شفنا دفاع مهلهل، شفنا وسط ميدان غائب، شفنا مهاجم واحد في الهجوم اناطوف ما قدر يدير حتى حاجه، ماهوش سوبرمان باش هو اللي ينقذ المنتخب في كل مره. فريق كان بعيد، اللاعبين كان اللقاء كان كبير عليهم بزاف حكيم، والضغط كان شفنا في وجوه اللاعبين هذا. ما كان حتى لاعب كانت عنده ثقه بالنفس وكان يقدر يقود صحابه بما فيهم مسلم اناطوف. دوك لازم نكونوا كما قال سعيد شيبه، قال كلمه مليحه، قال كلمه في المستوى، قال لازم نكونوا رحماء مع هاد الدراري هذوما، لازم نكونوا ماشي دوك نذبحوهم هما. حنا لا باش نذبحوا اليوم الناس، نذبحوا مسؤولين تاع كره القدم الجزائريه خلال 40 ولا 25 سنه اللور. لازم نذبحوا هاد الناس هذوما اللي ما خدموش. تكلمت على التكوين الحقيقي والقاعدي بمعنى الكلمه ماهوش موجود في الجزائر. كاين ناس تحب تخدم، كاين كفاءات يحبوا يخدموا، لكن في كل مره الكلمه الاخيره تولي للمسؤولين
والمسؤولين ما خدموش. نحن نحوسوا غير على المنتخب الاول، نحوسوا غير على المونديال والكان. الدراري اون نيجليجي لي جون هذوما، ماشي اليوم كيخسروا هاد الشبان. نقولوا هذه حقيقه مره. المسؤولين ما كان حتى رئيس فيدراليه اعطى الاولويه للشبان. كل يوم المنتخب الاول هو همه الوحيد، والشبان هادو يربحوا ما يربحوش. ولو عندنا منتخبات تاع مناسبات U19 كأس العرب مونديال، منتخبات تاع مناسبات، ماناش نخدموا احنا، ما عندناش تكوين. وبركه ما تكذبوا على الناس، ما كان حتى تكوين. كاين كفاءات، كاين ناس عندهم نيه صافيه، من بينهم الشيخ بوعلام لاروم كما قلت زعيم المكونين بأتم معنى الكلمه. لكن الناس اللي تسير والناس اللي تاخذ القرار ما يحبوش الفئه الشبانيه وما يحبوش التكوين الحقيقي. نعم. وانا مسؤول عنها واش راني. نعم. فيه تصريح تاع اناطوف. اعطيني مباشره ما قاله واحد من الاسماء الرائعه والبارزه. اعطيني. واش الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله ما كتابتش. كانت مباراة صعبة. المنتخب المغربي عرف كيفاش يسير المباراة، قمنا بأخطاء، عرف كيفاش يستغل هذه الأخطاء، سجلوا علينا أهداف. يعني قمنا بأخطاء نقص التركيز، ولكن الحمد لله على كل حال ما كتابتش. هذه كرة القدم، يوم لك ويوم عليك. كان ينقصنا التركيز، يعني ما عرفناش نسيروا المباراة. لما تلقينا الهدف الأول ما عرفناش كيفاش نسيروا المباراة. يعني تم أبصربان اللعب ومن بعد قتلونا المنتخب المغربي بكرة هجمة مرتدة. ولكن الحمد لله على كل حال. كلمة توجهها للجمهور. نشكر الجمهور، يعني نتأسف منهم بزاف. اول خطره يعني حضورهم كان ما نقدرش نوصف لك حضور تاعهم، لعب ممتلئ على اخره. ما قدرناش نفرحوهم، جاوا من كل المناطق باش يشجعونا، ما قدرناش نفرحوهم. تأسف منهم بزاف، وان شاء الله يا ربي نعوضوها في مناسبة قادمة. خطاب المدرب، كنا دخلنا الشوط الثاني دخلنا بمعنوية مرتفعة، كنا فرصة قليلة ونرجعوا في المباراة، ولكن كما قلت لك كنا المنتخب المغربي بمرتدة، وهذا اللي يعني كنا المباراة. نعم، الحديث المدرب يعني قدر الله ما شاء فعل. نحن قدمنا كل ما عندنا، يشهد الله انه قدمنا كل ما عندنا، ما كتابتش. الحمد لله على كل حال. واش انه التحكيم اثر؟ اخر سؤال، واش انه التحكيم اثر على ما نقدرش يعني نسبها في تحكيم، لانه كاين الفار. اذا كان التحكيم اش حنقول يعني. كان هذا الاسم اللي نتمناه يخرج طبعا الى بطوله احترافيه خارج الجزائر حتى ما يضيعش. مومن كنت جاي ليك. نعم. لم نقدم مستوى جيد طيله الشوطين. صحيح. اناطوف ولا الكثير من المختصين يقول لك تركيز. من يضع هذا التركيز؟ هل المدرب هو اللي يخلي اللاعبين مركزين جيدا، ام أن اللاعبين تفاجئوا بهذا الضغط، ام ماذا في رايك؟ شوف حكيم، اول شيء الجمهور غفير وغفير جدا، يستحق العلامه الكامله. طبعا صحيح، ولكن شباننا موالفين يلعبوا على 8 تاع الصباح مساكن، سيرتو لي ايديسات هما اللي دائما يضحيوا بهم، سواء في وقت الجمعه يلعبوا ساعات، يلعبوا على 12 ساعات. تما الناس هذاك هو وقتهم يلعبوا يا ربي، ولا اللي يجوا تاع السيرفيس دورد زوج من واحد لوندي سونترينور يلعبوا، بعد يلقى جمهور كبير كيما هذا، ربما دخلوا في نوع الارتباك. ولكن انت لما تقول لي وين ما كناش، وين كنا حكيم، ما كناش في عده امور. تكلم الشيخ بوعلام، ولا كما يقول لك لما يحضر الماء يغيب تيمم، ولكن اريد فقط ان اعطي رايي فقط. الشيخ ربما الثقه تحدث عليها ممتاز، تقنيا لم نكن، ما راناش بعد بزاف على المنتخب المغربي تقنيا. عن طريق ساك لاعبين تاعنا لا باس بهم. التركيز والثقه بالنفس، وكذلك العمل في التحضير. ماذا قال شيبه؟ قال لك منذ 9 أشهر وحنا نعمل، صح ولا لا، لتدارك تلك الخساره في النهائي والاستثمار في المكتسبات. نحن في ال9 شهور هذوك لو تشوف عدد المباريات اللي لعبها المنتخب الجزائري، بما فيهم مباريات امام اتحاد العاصمه، امام مولوديه الجزائر، امام اكابر بوفاريك، لا اعلم ماذا،
هل هذا يعوض يا شيخ بوعلام منافسه قويه امام السنغال والمغرب لا هذه حقيقه وكنت تكلمت عليها حكيم، لو ترجع هنا في الاخر تكلمنا عليها.